في البداية ما كانش كاين ضو، كان غير ظلام كيدوز بين العروق، بحال واحد البرد اللي كيدخل حتى للنخاع. وكان كاين هو واقف وحده وسط السكات، كيشوف قدامه طريق ما بيناش وما معروفش فين غادي توصل. الناس كيشوفوا غير نتيجة، كيصفقوا غير منين كتربح، ولكن ما يعرفوش شحال من مرة طحت، شحال من ليلة بكيت، وشحال من حلم مات قبل ما يتولد. هاد الوجه اللي كيبان في الصورة الثانية راه ماشي وجه ديال واحد مهزوم، راه وجه ديال واحد بنى نفسه وسط العواصف، وجه ديال واحد ما سمحش للحزن يهزمو وما خلاش الخوف يحكم فيه. ولكن الحقيقة هي أن باش توصل للمجد خاصك تعيش في الجحيم شوية. الطريق اللي قدامك ماشي مفروشة بالورود، ماشي طريق ديال الناس اللي كيبغيو السرعة. هذه الطريق كطلب الصبر والجرأة والجرح، بزاف ديال الجرح. كل خطوة كتقربك، وكل سقوط كيعلمك، وكل دمعة كتمقي القلب باش يشوف بوضوح. ووسط كل هاد الدمار، وسط الرماد، وسط الهيب، كاين واحد ضوء صغير، ضوء كيشعل من الداخل، من القلب اللي ما كيقبلش يستسلم. والراو كيهضر وصوته كيقول الوقت ما كيرحمش، ولكن الأبطال ما كيطلبوش الرحمة. الإنسان اللي كيجري وسط النار في الصورة الأولى راه ماشي واحد عادي، راه واحد فهم أخيرا أن الطريق العظمة ماشي باب، ولكن النار خاصك تعبرها. وغادي توصل للنهار اللي توقف فيه فوق رأس الجبل وتنفس بعمق، وتشوف الطريق اللي جيتي منها، وتقول أنا كان لازم نتألم باش نتولد من جديد. شمان دو لاغلوار ماشي القب، ماشي الصورة، ماشي عنوان، راه حكاية كتكتب بالعرق، بالصبر وبالقوة اللي عمرها ما ماتت بداخلك. وهانت كتقرب، كتجري، كتحارب، وكتهرب من النسخة الضعيفة اللي كنت فيها باش تولي النسخة اللي كنت ديما كتحلم تكون. وفي الأخير ما كيصفق ليك تا واحد، وما كيصورك تا واحد، ولكن تراو كيقول بهدوء المجد الحقيقي هو منين كتنتصر على نفسك.